النهارده انا كنت في تركيا للاساس الراقي، وانا داخل كان في استقبالي الاستاذ احمد زي ما حضراتكم شايفين قابلني، واكتشفت انه عارفني. قال لي اهلا يا فنان. لما دخلت ابتدى يعرض عليا، قال لي حضرتك عايز ايه، وابتدى يفرجني على الركنه اللي قدام حضراتكم، وقال لي انها من الخشب الزان وبتفتح سرير، وراح فتحها لي وبصراحه ساعدني جدا. فتح لي السرير وانا رحت مجرب كده وقلت اشوفها جامده، لا رحت مرزوع عليها، لقيتها حلوة جدا وكمان فيها صحارة زي ما حضراتكم شايفين. وقال لي ان كل الخشب اللي عندهم خشب زان احمر روماني. وبعد كده رحت انا رايح بقى اتفرجت على الانتريه، وزي ما حضراتكم شايفين كنت قاعد بتكلم معاه وبقول له لا الانتريه فعلا شيك قوي. فراح قايل لي ان كل حاجه فيه بتتفتح وبتكبر. الظهر بيرجع لورا زي ما حضراتكم شايفين، والمساند كمان بتتفتح علشان لما تستخدموا سرير يكون مساحته كبيرة وتنام عليه براحتك. وقال لي ان الكنبتين بالشكل ده بصراحة حاجة هايلة. وبعدين كمان اكتشفت عندهم ان كل انتريه ليه 2 فوتيه مش فوتيه واحد، وكمان ممكن تاخد الترابيزة اللي قدام منه. وبعد كده رحت رايح على الدريسنج اللي قدام حضراتكم، فعلا خشب ممتاز. وبعدين اكتشفت ان الدريسنج عاملين له اوضه نوم كمان معاه كامله، يعني ممكن تروح تاخد الدريسنج وتشيله مع اوضه النوم. وعايز اقول لكم اسعارهم هايل. انا حبيت اتاكد، رحت فاتح وخارج، فاتح الرف وخرجته بره كده وشفت الكونتر، لقيته كونتر مستوى ممتاز، وكمان عليه طبقة الاتش بي ال، يعني هنغسل وننظف ومفيش تراب ولا حاجة، والحاجة هتعيش معانا العمر كله. وبعد كده رحت ناقل على السفرة، تحفة فنية، خشب زان شياكة. كل اللي عايز يفرش بيته مودرن هيلاقي فين؟ عند تركيا للأساس الراقي. عايز أقول لكم كمان هو عامل عرض التلات غرف ب90,000 جنيه، يعني حاجة